يلا نشوف الاحداث اللي حصلت وموضوع الشامبيونز ليج والماتشات المهمه جدا جدا اللي معانا. سكوت ليفربول وفوز ارسنال برضو كانت مفاجاه والناس كانت متخوفه وانا واحد من الناس. عامه ارسنال هو الفريق الاولاني اللي هنتكلم عنه، نونو سانتو، واحنا طبعا فرحانين جدا جدا بعودته للبريمير ليج. من وجهه نظري مش هو اللي هيكون اساسي في المباراه دي، هيكون مسؤوليه الاثنين سنتر باكس. وعايز اقول لكم على مفاجاه، كريستال بالاس هو الثالث بعد ارسنال بدون اي هزيمه، الفريق الوحيد اللي لم يهزم. الدور ده كويس، دايما يكون في حد وراه يغطي عليه. بعد ما احرز هدف، بعد ما اضاع برونو فرنانديز ضربه الجزاء، لكن فرصه ان هم يكسبوا فرقه تديهم دفعه. البالاس بقت عقده بالنسبه لارني سلوت، مش قادر يكسب جلاسنر ابدا. القصه مش كده خالص قدام جالتا سراي. حاول ان هو يتقدم لقدام زي ما بيعمل ويؤدي الدور اللي بيعمله بالمر، وانا لو منه اخليه طبعا اساسي، خاصه لو كيركس موجود ناحيه اليمين علشان تقدر تكمل الموسم الطويل والماتشات الكتيره ولدغات النحل على ارضهم في برينتفورد. بالنسبه للعيبه الجزائريين الجمال اللي احنا مستنيين نشوفهم، ان شاء الله يرجع بسلامه ولسه مش متاح، لكن هو بلغ منتخب مصر انه هيكون موجود في المعسكر لما يجي يعملوا معسكر التوقف الدولي اللي جاي ده ان شاء الله. رحيل زي ما قلنا هجره اللعيبه حتى بتوماس فرانك نفسه. عامه الماتش ده هيكون مثير. ما تنسوش عامه لو وصلت لاخر الفيديو انك تعمل سبسكرايب وشير وتديني الكومنت الجميل بتاعك، تقول لي رايك ايه في المباريات وتوقعك ايه. وان شاء الله اشوفكم على خير. معايا محمد القاضي، البريمير ليج غير في ملعوبه بودكاست. سلام.